الا كنتي كتقلبي على وصفه نتاع الملوي باش يجيك مورق ورقه على اختها، جربوا هاد الطريقه هذه، راه ساهله وبسيطه بزاف. كيجي الملوي مورق وخفيف من الداخل ومقرمش على برا. هاد الفيديو دي نوريكم طريقه ساهله وسريعه باش تحضري هاد الملوي هذا ويجيك مورق وكيجي ذهبي على برا بهاد اللون هذا الزوين بلا سكر ومقرمش من برا وكيذوب في الفم وكيجي لذيذ بزاف، وحتى المبتدئات يقدروا ينجحوا فيه من اول تجربه. خليك معايا خطوه بخطوه ونتحداك ما ينجحش معاك. نبداو على بركه الله في المقادير وطريقه التحضير. غادي نخدموه هنا في الهاشوار، كتهنينا من الدليك ديالو وكيجي رائع بزاف وكيجي خفيف من الداخل. واللي ما عندهاش الهاشوار يمكن لها تخدم بيديها اولا دير العجانه. عندي هنايا الهاشوار انا درت فيه هذوك المواس نتاع الربعه، الا ما كانش عندكم ديروا نتاع جوج، ولكن نتاع الربعه صراحه كيعاونوا بزاف. درت جوج زلايف نتاع الماء يكون دافي شي شويه، ما يكونش سخون وما يكونش عاود بارد من الروبيني، باش هكا كيسهل علينا العمليه نتاع العجين دغيا دغيا كترخى وكتطلق الخيط. غادي ندير جوج زلايف نتاع الفينو. الغرامات والمليليتر راكم غادي تلقاو هني كاتبه لكم اسفل الفيديو. غادي ندير واحد المعلقه صغيره نتاع الملحه كديروا على حسب القياس نتاع الطحين الذي ديروا. وغادي نضيف واحد المعلقه صغيره مع مراش نتاع خميره الخبز. خميره الخبز كتخليه لينا يجي خفيف من الداخل، وحتى في الماكله ديالو العضه ديالو كيجي خفيف. كنطحن بحال هكا مزيان مزيان في هاد الهاشوار هادي باش كيتطحن ليا هاد الفينو هذا مزيان مزيان. الفينو اللي هو السميد الناعم جدا. صافي كنطحن بحال هكا. واللي ما عندهاش الهاشوار يمكن لها دير هاد الطريقه هادي حتى في الخلاط الكهربائي مولينكس، تطحن فيه هاد الفينو هذا كيهنينا مدليك. شوفوا القوام ديالو كي كيجي. دابا غادي نجمعها بالفورس. الفورس اللي هو دقيق الحلويات، كيكون خاص بالحلويات باش كيجينا الملوي زوين وكيجينا خفيف، ماشي بحال الطحين اللي كيكون عادي نتاع ديك الشكاره الكبيره. هذاك راه كيكون فيه اللي مزيان وكيكون اللي فيه كحل، ما كيصدقش لينا الملوي. دائما الا خديتوا الشكاره الكبيره خذوا داك اللي كيكون مكتوب فيه على برا خاص بالحلويات. صافي كنولي كنطحن مزيان وكنبقى كنضيف الدقيق شويه بشويه، ما كنضيفوهش مره واحده. انا ضفت هنا الزلافه الاولى وبان لي باقي جاري، شديت الزلافه الثانيه. هنا كل زلافه راه كتوزن 250 غرام نتاع الطحين الفورس، وبالنسبه للفينو 300 غرام، حيت الفينو كيكون ثقيل شي شويه على الفورس. بالنسبه للماء كل زلافه كتوزن 370 مليلتر. صافي كنبقى كنطحن بحال هكا مزيان مزيان. راه ما تخافوا على الهاشوار، ما حتى شي حاجه، راه كتطحنوا كتسرع. صراحه هذا الملوي هذا كيجي مورق وخفيف بحال ما عرفتش دلكتوه، غير هو ما تخليوش العجينه حتى تتقال فيه. شوفوا الجهد يكون بحال هكا، اما لا تقلتوا العجينه يقدر تضيع لكم الهاشوار. المهم الجهد يكون بحال هكا نتاع العجينه. دابا صافي انا نحطها هنايا في القصريه، وغادي نزيد نكمل لها الجميع بديك الزلافه اللي عندي نتاع الطحين. غادي نضيف هاد نص زلافه هذه كامله، وغادي نبدا كنضيف كنجمع فيها. وإلا خاصها الدقيق بطبيعه الحال الطحين، الا خاصها الطحين كنزيدوها، حيت كل طحين وشحال كيتشرب نتاع السوائل. واخا انا عطياكم مقادير مضبوطه، ولكن راه كل طحين وشحال كيتشرب نتاع السوائل. هنا عندي 150 غرام زلافه لاروب. هاد زلافه لاروب ما غاديش ندخلها كامله، حيت الملوي انا كيعجبني فاش كندير العجينه ديالو، كيعجبني ندير العجينه ديالو مرخوفه باش كيجينا الملوي مفشفش وكيجينا مورق من الداخل. اما لا قصحتوه حتى فاش كيطيب لكم واخا كيجيكم زوين، ولكن في العضه كيجي كيتجبد. من الاحسن من الاول العجينه تكون مطلوقه كتلصق في اليد بحال هكا. صافي انا كي جمعتها مباشره راني ما دلكتها ما حتى شي حاجه. شوفوا ديك زلافه اللاروب اللي درتها، شوفوا شحال دخلت منها، 4 زلافه يعني ديك 150 غرام غادي تقسموها على 3، الثلث ديالها هو اللي درتو. صافي غادي نجمع العجينه بحال هكا وغادي ندير لها شي بول هكا كنغطيها، غير باش ما ديرش ليا ديك القشره من الفوق كنغطيوها، ولا ديروا لها شي بلاستيكه غير باش ترتاح واحد شويه، واحد 5 دقائق ولا 6 دقائق. صافي كندهنها بحال هكا بالزيت باش تجيني ساهله في الخدمه ديالها. غادي نلويها غير واحد شويه باش تطلق ليا الخيط، وصافي غادي نديرها كويرات. كل كره تقريبا الا بغيتو توزنوها، انا عيني ميزاني صراحه بالشات، عيني على الميزان فاش كنت كنخدم لي كوموند نتاع الملوي كندير كل كره تقريبا فيها 100 غرام. الا بغيتو توزنوهم باش يجيكم داك القياس كديروا 100 غرام. صافي غادي نمشي معاهم هكا كاملين حتى غادي نساليهم. كندهنوا يدينا بالزيت باش العجينه ما تلصقش لينا في اليدين.
صافي هنا من بعد ما ساليتهم هادو هما عدد الكريات اللي عطاوني. كندهن واحد البلاطو بالزيت وكنحط وحده حدا وحده كنستفها وكنولي عاود ندهنهم هما من الفوق بالزيت. هاد المرحله هادي كلشي عارفها ولكن انا كنقولها للمبتدئات البنات اللي يلاه عاد كيتعلموا. كندهنوا الملوي ديالنا هاد الكويرات هادو بالزيت باش ما يديروش لينا ديك القشره من الفوق. وصافي كنغطي بشي ميكا بحال هكا شي بلاستيك غذائي ونخليها كترتاح حتى ل4 ساعات باش كيطلقوا الخيط، باش العجينه كتطلق لينا وتجينا ساهله في الخدمه ديالها. الخلطه باش غادي نورقوا الملوي هي هذه. انا درت السميده نتاع الحرشه، ديك السميده الرقيقه اللي كنخدموا بها الحرشه، ضفت ليها واحد المعلقه كبيره تكون مقبه نتاع النشا كيعطينا واحد التوريقه زوينه بزاف للملوي وكيعاون باش كيجينا خفيف من الداخل وديك التوريقه. وبالنسبه للسميده كتعطينا ديك الحروشيه من الداخل، كيجي مسمن حرش ومحبب، كيجي صراحه زوين ديك الحبيبات اللي فيه الداخل نتاع السميده. صافي كندهن بحال هكا سطح العمل بالزيت وكنبقى كنطلق في العجينه. شوفوا العجينه ما شاء الله شحال كتجي عاطيه الطوع وما كتقطع ما حتى شي حاجه، راه كتجي ساهله في الخدمه ديالها، غير كنجبدها بيديا وهي كتمشي معايا كما بغات. حيتاش العجينه زعما صراحه صرعتها الهاشوار بحال راكم طحنتوها بحال راكم خدمتوها في الترموميكس وجات ومع ارتاحت جات زوينه. صافي كنطلقها مزيان حتى كيبان ليا سطح العمل. الا بغيتو يجيكم الملوي زوينه البنات حتى يبقى يبان لكم سطح العمل تولي العجينه رقيقه، اما الا خليتوها غليظه راه غادي يجيكم الملوي مدقز من الداخل وغليظ. كنرش بالخليط نتاع الزبده والزيت، ديك الزلافه دايره فيها الزبده والزيت، كديروا مثلا الربع نتاع الزبده وجوج ربوعه كديروهم نتاع الزيت، كتغلبوا دائما الزيت على الزبده بالضعف ديالها. صافي كنرش الزبده والزيت ما كنكثروش بزاف باش ما يجيناش داكشي ميدم، وكنرش تاع ديك الخلطه نتاع السميده والفينو. صافي غادي نمشي معاهم بحال هكا كاملين حتى غادي نساليهم. وهنا بشحال ما كنجمعوا حتى غادي نجمع واحد 4 ولا 5 مع بعضياتهم، عاد غادي نولي نخدمهم ونرجعهم على شكل مليويات. هاد الطريقه اسهل طريقه انا كتجيني باش كتخدموا الملوي هي هذه، راه كيجي رائع زوين. وحتى الا بغيتو تعمروه بحال هكا راه ما كيخرجش ديك الحشوه. هنايا من بعد ما ساليت انا واحد 4 عاد نبدا كنخدم فيهم. شوفوا هنا كنوريكم العجينه ما شاء الله شحال كتجي زوينه ودغيا دغيا كتطلق. كنبقى كنجبدها غير بيديا وهي كتطلق. كنولي كنرش بحال هكا بالخليط نتاع الزبده والزيت. الزبده من الاحسن تستعملوا زبده حيوانيه، الزبده البلديه هي اللي كتكون صراحه لذيذه وصحيه. ما كانتش عندكم ديك الساعات كديروا نتاع البواطه ولا المارغرين اللي يعجبكم. نولي نرش ديك الخلطه السحريه انا كنسميها اللي كتخلي لنا الملوي يجينا مورق من الداخل وكيعطينا واحد الهشاشه لهذا الملوي هذا. جربوها البنات، وإلا بغيتو ديروا حتى الفينو ديروه حتى هو راه كيجي غزال. صافي كنطويها هكا على شكل رغيفه على شكل مسمنه عاديه. والعجينه دائما فاش كنطويوها ما كنبقاوش كنزيرو ونخليو الوجه يجينا على الوجه والجهه على الجهه، لا دائما تكون مرخوفه باش هكا فاش كتكون طيب كتبقى تنفخ. دابا من بعد ما صايبت 4 الحبات كنبدا هكا باول وحده. نتوما بغيتو تصايبوهم حتى كاملين صايبوهم. نبدا باول وحده. دابا ما كنرش لا زبده لا زيت لا حتى شي حاجه باش يجيوني ساهلين في الجميع. كنشد دوك 4 القنات هما الاولى كنجمعهم مع بعضياتهم. صافي وكنبدا كنجمع فيها غير شويه بشويه، كنشد غير دوك الرويصات ما نشدوهاش كامله باش ما تجيناش معجنه من الداخل. صافي وكنحطها فوق يدي وكندورها على شكل مليويه. غادي نمشي معاهم كاملين بحال هكا. شوفوا كنبسطها وكنجمع هاد 4 الريوس هادو كنحطها فوق يدي. كنولي عاود نجمع لها 4 الريوس الاخرين اللي كيتقنتوا. صافي وكنبقى نحاول انني ندور فيها بحال هكا. صافي وغادي نساليهم كاملين. دابا في هذه المرحله هذه ما كنخليهم لا يرتاحوا لا حتى شي حاجه. صافي كنبداو باول وحده بدينا بها كنبداو صافي كنطيبوا فيها. شوفوا هنا ما شاء الله بشحال كيجي مبوق حيت الخدمه ديالو كتكون مرخوفه. ما كنبقاوش نزيروا على الملويه ونزمتوا فيها، لا الخدمه كل ما رخفناها كل ما الملوي كيجينا من الداخل مرخوف. وفاش كيبقى كيطيب كيبقى كيتنفخ، يعني تما عرفوه انه ناجح معاكم. ودائما فاش كنساليو كنبقاو نغطيو بالبلاستيك بحال هكا باش ما يديرش لينا ديك القشره من الفوق. صافي انا غادي نطيب هنا في هذه البلانشه هذه. نتوما طيبوا في المقله العاديه اولا في هذه البلانشه فاش ما عجبكم بغيتو طيبوا راه كتجي نفس النتيجه. صافي غادي نبقى كنقرصوا بحال هكا. منين كنبغي نقرصها كنولي نجمعها شويه. لقيتها تفتحات كنولي نجمعها. صافي وكنبقى نقرصهم رقاق حيت راه فيهم الخميره مازال كيزيدوا يتنفخوا في الطياب ديالهم.
صافي شوفوا الطريقه كي دايره. كنوريكم هاد الحبه الثانيه، كنولي نجمع ضروري باش ما تحلش في الطياب، وصافي كنقلبها وكنبقى نقرص بحال هكا، قلب وشقلب فيها باش كتجي مقاده كيف هاد الوجه، كيف هاد الوجه. وفاش كنقرصوها ما تبقاش تحل من ديك البلاصه اللي مجموعه. صافي كنبقى كنطيب. الا طيبتو في المقله الثقيله حاولوا انكم المره الاولى ضروري ما كترشوا بالخليط نتاع الزبده والزيت اولا غير الزيت، حيتاش كتكون ناشفه ماشي بحال هاد البلانشه هذه. ماشي ضروري انكم تدهنوها. هنا في الطياب انا ما دهنتوش، ولكن الا بان لكم جاكم ناشف في الطياب ديالو، مره رشوا شويه الزيت اولا داك الخليط نتاع الزبده والزيت. صافي انا في الطريقه الطياب ديالهم كنجهد عليهم النار. دابا انا راني شاعله عليهم البلاك، هاد البلانشه هادي النمره 5 كيطيبوا. وصافي كيبانوا لي كبداو كيتخطفوا شي شويه كنردهم ل3، عاوتاني كنولي نردهم ل5. يعني كل ما طابوا على نار عاليه كل ما كيبقاو كيتنفخوا وكيجيو زوينين. يعني هما نقابلوهم فاش نطيبوهم نبقاو في قلب وشقلب فيهم، ما نخليهمش حتى يحمروا من التحت عاد نقلبوهم، يكونوا باقيين بويض غير شدوا راسهم كنقلبوهم وكنبقاو عليهم قلب وشقلب باش كيجيو منفوخين بحال الشكل نتاع البطبوطي. كيبداو كيطيبوا كيبداو كيتنفخوا. شوفوا هنا ما شاء الله. هذه نقسم لكم هذه الحبه وشوفوا كيجي مورق من الداخل وكيجي رائع بزاف بزاف. كيجي خفيف ومقرمش على برا. متأكدة إلا جربتوهم بنفس الطريقة وبنفس المقادير راه غادي يجيكم خفيف بحال هكا ومن أول تجربة. وإلا جربتوه ضروري ما ترجعوا تكتبوا لي في التعاليق كي جاكم، حيت أنا متأكدة غادي يصدق معكم وغادي يجيكم شي حاجة هماوية نتاع تحميرة الوجه. شوفوا هنا ما شاء الله قربتها لكم الكاميرا، شوفوا بشحال كيجي زوين. انا غادي نمشي معاه هكا كامل حتى غادي نساليه. وشوفوا تبارك الله شحال كيعطيني نتاع المليويات، راه كيعطي كميه كثيره بحال هكا. انا كيعجبني نخليه بحال هكا، ما كيعجبنيش نحمرو اكثر من القياس بزاف بزاف. كنطيبو بحال هكا كنجمعوه في بلاستيكات وكنديروه في الكونجيلاتور وكيجيني ساهل بحال هكا نجبدو للفطور. غير كنسخنو تسخينه خفيفه وكنحطو. وهنايا هذا هو الشكل النهائي ديالو. كنتمنى الفيديو ينال الاعجاب ديالكم ونخليكم في امان الله وحفظه، والى اللقاء في فيديو مقبل ان شاء الله وبحول الله.